هالشعرات الحلوين حاططي لهم بلسن مما هن هيك ناعمين. اي خالي ليش هيك عملتي؟ وجعتيني. لا تاخذيني يا قطقوطه، بالظاهر علق طرف خاتمي بشعرك ما شاء الله. كان شو هالشعر مثل غزل البنات يغزل العين. خدي ريما اكسري لي هالجوزه بسنانك، لان انا بحب اكل قلب الجوز مع القهوه. إذا بتريدي تاكلي جوز في عنا مكسر وخالص، جابهم أبو غانم مشان المكدوس، والله بيض مثل التلج. والله فلا بتنهضي يا ام غانم. ولو مشان واجبك أم صبحي. لك يا اختي جوزاتي معي، ليش الشهوانه؟ افتحي تمك ريما، افتحي افتحي. لك شوفوا انا بتحشي جوزها بتمها وهي بتطلع بامها. ماشي الحال ماما، ماشي الحال، هيك بدها أم صبحي. ريما هاتي الجوزة، شايفتك لأنه ملبكة بكسر الجوزة. خدي هي البنت، هي صغيرة لأنه تمك مثل خاتم سليمان، مو مثل كنتي مرت صبحي تمه، وإذا مسكر مثل شيتا، وإذا فتحته بصير مثل مغارة جعيتا. ما شاء الله كان يسلم هالسن يا حلوة. هاتي البنت، هاتي مالحة عليكي. خدي هالملبسة حلي فيها سنة. افتحي تمك لشو؟ افتحي أمي افتحي، هيك بدها أم صبحي. حطيها على الطرف الثاني ولا تزلطيها زلط، اقرطيها قرط. يخزي العين على هالسنان، شو قوايا جرشة الملبسات جرش، مع انه الملبسات مو طرايا. ايه اسنان بنتي زراف طالعين مثل اسنان ابوها. تتهني بهالسنان يا ريما، مو مثل اسنان كنتي مرت صبحي. ليش شبههم اسنانها؟ صغار كتير مثل الخرز، وكل شهر بتلاقي سن جديد بيتم نبز، وراكبين فوق بعضهم البعض، شي نازل شي طالع، وما بتعرفي تضحك من القاطع. لا وشو بتقلي؟ اسناني مو مثل اسنان نجلاء فتحي مرت عمي. قومي ريما، قومي لقلك حبيبتي. لوين خالي؟ قومي قطعي لي عرق ليمون من هديك الشجره، بدي احطها بكاسه المي قبل ما اشربها لانه نكهتها ظريفه. قومي ماما قومي. يا ريتها تسلم لقلبي على هالقامه الحلوه والمشيه المهيوبه، وتمشي على قبري حافيه. ايه بعيد الشر ام صبحي، بعيد الشر. شو شايفتك حبيبتي كثير لبنتي. معلوم، لاني مرمره من كنتي. هديك إلها حنيه بظهرها مثل الدبه، كانه طالع لحر دبه، وبتمشي مثل ام عجوقه. اما ريما فلا تشبيه، مثل غصن البان عود الخيزران. صحيح تذكرت. خير ام صبحي؟ إيه لازم اخذ حبتي تبع وجع الظهر، بس المصيبه مالي عرفانه انو منهم لوجع الظهر وانو تبع الضغط، بس مكتوب عليها. خلاص اصبح انحلت المساله. هو الخط صاير مثل دبيب النمل، وانا مو معي نظاراتي مشان اقراها. بتعرفي تقري ريما؟ قري لي اياها. يو سنة عندها بكالوريا. هي مكتوب عليها فولتارين. ايه صحيح فولتارين هي. ما بدك تشربيها؟ ليش رجعتيها للشنطة؟ إيه لاني تذكرت، مو هلا وقتها. الحمد لله ريما نظرها مثل الحديد، مو مثل كنتي مرت صبحي. بقول شايفه هالقمر بالسما ما احلى، قلت لي وينه تسلم لي هالضحكه ما احلاها. ريما لو بدي غلبك انا شوي، قومي جيبي لي هالكرسي الواطي من هنيك لاسند عليه رجلي حتى ما ينملوا علي. جيبي لها يا ماما. ريما نعم خالي. تعي حبيبتي، ما عاد بدي الكرسي، تعي. حاضر خالي. الله اكبر عليكي يا ريما، شو هالاذان اللي الي؟ لا اطمني، بنتي بتعجبك من كل النواحي يا ام صبحي. مو مثل كنتي مرت صبحي بتضربي فوق راسها مدافع ما بتفيق. ليش؟ بتعرفي قدامها جلي، لذلك سمعان مو هو. معناته انه ريما نجحت بالامتحان. ايه نجحت، بس شو بس؟ بصراحه بدي اخذ مدف. ماما شو يعني مدف؟ يعني ماما ما في شيء ماما، روحي لجوا انت، روحي لجوا امي. بخاطرك خالي. ايه شو بنا ام صبحي؟ خجلتيها للبنت معقوله؟ بتعرفي انت الثانيه في ناس بيكبروه بالشراطيط والاسفنج وفهمك كفايه. لا حبيبتي، من هالناحيه اطمني، بنتي والحمد لله كل شيء عندها طبيعي، اسنانها وشعرها وصدرها وسماعها ونظرها ما في شيء بيعيبها منهم، يعني مثل ما بدك وازود. حلو كتير. شوفي يا اختي يا ام غانم، شرط الالفه رفع الكلفه، وبصراحه كنت بدي اخذها على حمام السوق، بس خلاص المكتوب مبين من عنوانه، والبنت نجحت عندي وجمعت علامات، وعلاماتها بتفوتها طب على بيتي.
انتوا جماعة أكابر وعجبتوني، وأنا شارية البنت لأنه أمورة بالأخلاق وبالشكل وبالصورة. ان شاء الله بتسلمي يا ام صبحي. الله يسلمك. المهم المعلومات عندي هي كالتالي: الصبي مدلل، عمره 23 سنة، واسمه ربحي النغيش، سكني لحاله بس أنا معه. بيشتغل عند أبوه، مدخوله كويس ومنظره حلو لأبوه. ليش بيشبه ابوه؟ لكن مين بيشبه؟ جارنا. ليك والتالي على هالحكي. يا ستي نحن إلنا الشرف، بس لنشاور الاب ونشوف الصبي. طبعا خدوا وقتكم وفكروا على مهلكم، وإن شاء الله بتتم الموافقة حتى نجي نفصل النقد ونجيب الشيخ ونكتب العقد. ستي الله يقدم اللي فيه الخير. السلام عليكم. أهلين وعليكم السلام. تسمحي لي على جنبي؟ إيه تفضلي، أهلا وسهلا. رجلي يا لطيف، شو هالشوب، شو هالحراقي يا اختي، كل ماله الطقس عم يتغير والصيف عم يطول. هلا بكره بتلاقي الشتاء فاتت بالصيف والصيف فات بالشتاء. وين شايفتك انا؟ كأني شايفتك. وأنا هيك عم أقول، لأني هالصوت سامعته وهالوش شايفته، بس وين؟ ما عم بتذكر لأنه معارفي كتار وقفي لقلك، مو انت قبل سنة جيتي على هي جنينة بالعلامة كان معك عرباية صغيرة فيها ولد صغير؟ بجوز. مو بجوز، أكيد. وعطيتيني رقم تليفون جماعة مشان أخطب بنتهم لابني ولو. أيوة صحيح، هلأ تذكرت. لك ريتك تسلمي لقلبي على هالدلل اللي دليتيني إياه وعلى هالنصيحة اللي نصحتيني إياها. وابن الأصول ما بيدل إلا على ابن الأصول. عم تتمقلسي خالي؟ أعوذ بالله، قال عم بتمقلس، قال إيه والله يا الريمة مدللتني ومخنمتني وبدها رضاي لأرضى، وابني ربحي حاططها على راسه. ليش فكرك؟ لأنه هي حاططني على راسها ريتها تقبر قلبي هالريمة. ما فهمت عليكي، يعني خطبتي البنت لابنك؟ ايه طبعا، تسلمي لقلبي. مو حضرتك عطيتيني رقم التليفون، قمت رحت دغري لعند الجماعة وتم النصيب. يو، شلون هيك؟ البنت لساتها ببيت أهلها وما تجوزت، وصارت مخطوبة 3 مرات، والعرسان عم يهربوا من شراسة طبعة. ايه اسمعوا على الحكي، اسمعوا. ليش انتي لوين رحتي؟ لبيت عمورة، وحضرتك عطيتيني الرقم 3 3 2 9 5. إيه بس أنا الجماعة اللي بعتك لعندهم مو من بيت عمورة، من بيت الحسيني، ورقمهم 3 3 2 9 0. ايه وشو المعنى؟ المعنى خربطتي بالرقم ورحتي لعند غير جماعة.